أهلا بيكم في نباش تاريخ. يوم 30 نوفمبر سنة 1872 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر من مصر بيقول إن شركة قناة السويس خسرت الدعوى المقدمة ضد شركة اسمها فابورات الميساجوري. وواضح من الخبر إن الشركة دي ما رضيتش تدفع لشركة قناة السويس بالعيار الجديد اللي اعتمدته قناة السويس اللي أكيد كان أغلى. وبيأكد الخبر إن الحكم اللي صدر أضر بشركة قناة السويس ضرر بليغ. وبيضيف الخبر ان في خبر اتنشر في جريدة التايمز في لندن عبارة عن برقية من الأستانة بتقول ان شركة قناة السويس لسه مصرة انها تاخد حقها في الزيادة الجديدة الخاصة بالرسوم اللي قررتها للعيار الجديد. وبيكمل خبر التايمز ان الباب العالي بنفسه اقام الحجة على تدخل مجلس السيما التجاري في الحكم على شركة ترات السويس، وواضح كده ان ده اسم المجلس اللي حكم بين الشركتين. وبيقول الباب العالي ان الحكم في المسألة دي بيخص الباب العالي فقط. وكمان قال الباب العالي ان بما ان الشركة دي مصرية وخاضعة لنظام الدولة العليا ومركزها في الاسكندرية، اذا لا يقبل حكم الاجانب في المسائل دي. وبيختم الخبر ان في اتصال هيحصل ما بين الاستانة اللي هي عاصمة الدولة العثمانية وبين الدول البحرية علشان يتم الاتفاق على رسوم محددة. في الاخر لو عجبك المجهود دوس لايك وشير وقول لي رأيك تحت في كومنت.